عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في وصفتنا لليوم. اليوم مع بعضنا باش نعملوا البوتشا اللي هي نوع من انواع البوريك، حاجة بنينة على الاخر وسهيلة على الاخر، ما غير لا برشا مكونات ولا تعقيدات، وتنجموا تحطوها في فطور الصباح هكا لمجة لصغيراتكم، حاجة سهيلة وبنينة. اللي حاجته بالوصفة يقعد معي للاخر، ما تنسوش تشتركوا في القناة. المكونات اللي حاجتنا بهم: زوز ابيض بيض، كيس حليب قدو، كيس زيت، باكو خميرة خبز العادي، زوز ملاعق صغار متاع سكر، ورشة ملح. نبداو بظرف الخميرة نحطوه، نضيفوا عليه السكر، ولهنا عنا شيف صغير باش يعاوننا، ونحطوا الحليب نخلطوهم بالكدا، نغطيوهم ونخليوهم شوية وقت تتفاعل الخميرة متاعنا. اول ما تتفاعل الخميرة نجيبوا نضيفوا الزيت متاعنا الابيض متاع البيض، نخلطوهم بالكدا. توا نضيفوا الفرينة متاعنا اللي هي 3 كيسان، نحطوهم اللول، والكيس الرابع نضيفوه بعد وقت العجنين، خاطر كل فرينة والنوع متاعها تنجم تستحقوا 3 كيما تنجم تستحقوا 4. ضفنا الفرينة، شوية الملح، نبداو توا نعجنوا بداياتنا. حبيت نشارككم بنتي وهي تعاون فيا واستحقيناه الكيس الرابع راهو متاع الفرينة. ولهنا شوفوا القوام متاعها العجينه طري على الاخر على الاخر على الاخر. توا حطيت الفرن متاعي يسخن فوق ولوطه على 180 درجه. خذيت الطبق متاع الفرن دهنته بالكدا بالزيت، والا تنجموا تجيبوا ورق زبده وتحطوه كيما تحبوا نتوما. وتوا فيما يخص الحشوه، لهنا خذيت اللي عندي مجبونات في الدار، حطيت خلطتهم وضفت معاهم شويه معدنوس وشويه سينوج اللي هي حبه البركه، خلطتهم بالكدا بالكدا. لهنا تنجموا تختاروا اي جبن تحطوه، والا تبدلوها بالبطاطا والا بالتن ومعها بطاطا كيما تحبوا. الحشوه نتوما حرين فيها. شوفوا لهنا العجينه متاعنا ما شاء الله اتخمرت، خليتها ما يقارب ساعه ونص هكاك تتخمر خاطر طقس شويه برد. ولهنا شوفوا كيفاش تمشي معانا بكل سهولة، بالحق عجينة قطنية قطنية بامتياز. وتو باش نوريكم كيفاش شكلت، وانتم بطبيعة الحال تشكلوا كيما تحبوا. ناخو هكا شوية من العجينة متاعي، نبسطها هكا على كف متاع اليد، ناخو من الحشو متاعي، ولهنا جات يدين مطفلة حسيلو. ناخذ شويه من الحشو نحطوه ونسكروا العجينه متاعنا بالطريقه هذه، هكا طرف نحطوها فوق الاخرى، ونحاولوا ننزلوا اما مش برشا باش بعد كتيب تقعد فيها التفويجه الصغيره. ثم الطريقه هذه والا طريقه واحده اخرى نفس الشكل اما طريقه التشكيل شويه مختلفه. ناخذوا العجينه نكوروها حسيلو معنا ما نقوله، وهذاك هو راهو وراء التصوير وراء الكواليس، راهو ديما هكاكا. مرة هذه حبيت نشارككم وكاو. المهم ناخذوا العجينة الثانية ونعملوها كيف ما هكا كورة، وبعد نجيو في الوسط بعد ما نسيوها بالكدا ونضغطوا عليها هكا الطرف شويه اكاهو بصبعنا كيما تشوفوا هكا في الفيديو، باش نخليو بلاصه وين نحطوا الحشوه. تو نحطوا الحشوه متاعنا كيف ما هكا في الوسط بالضبط، ونضغط عليها هكا بشويه اكاهو، والتركيز كل هكا في معناتها في الوسط بالضبط. الجنبات الاطراف نخليهم كيف ما هما، والدوبه ننزلوا هكا شويه وتقعد اكثر هكا واخذه الشكل النصف الدائري هذاك. وبعد في الترتيب تفوش اكثر. لهنا في طريقه الدهن من الفوق ناخذوا الزوز اصفر متاع البيض اللي نحيناهم، نضيفوا عليهم شويه زيت والا شويه حليب كل واحد كيفاش يحب، وتنجموا عليهم تعملوا حتى هكا رشه صغيره قارصه لو كان ما تحبوش ريحه البيض، وندهنوا من الفوق الكعبات نتاعنا البوتشا نتاعنا، ونزيدوهم من الفوق شويه سينوج والا حبه البركه، ولا تنجموا تحطوا جلجلان، والا تنجموا تحطوا هكا بسباس كعب، والا تخليهم كيف ما هما، لكم حريه الاختيار. وتو هذوما ندخلوهم هكا في الفرن نتاعنا. ولهنا اول ما ياخذوا لون من الفوق ويفوجوا بالكدا
اكا هو نطفيو عليهم ونخرجوهم ديريكت، ما نخليهمش في سخانه باش ما يبسوش من داخل. وشوفوا ما شاء الله هذيك الكعبه الاولى كيف جاتنا، وشوفوا هذه الكعبه الثانيه، وانتم تختاروا كيفاش تحبوا تشكلوا. الكلهم مهشوش على الاخر وبنان على الاخر. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، وفي وصفه اخرى ودبره اخرى. وانتم تكونوا ديما بالف صحه وخير وعافيه، وبنوتكم ومن شهيكم، وجربوها واكتبوا لي رايكم اللوطه في خانه التعليقات. وباي باي